السلام عليكم. المغرب اليوم كيواجه هجوم إلكتروني غير مسبوق، هجوم إلكتروني ممنهج ومنظم. الهدف منه هو تقويض إنجازات المغرب الرياضية ودعوة المواطنين المغاربة إلى المقاطعة. هذا الهجوم الإلكتروني مصدره طبعا هو الذباب الإلكتروني الجزائري. صفحات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تبدو في ظاهرها أنها مغربية، لكن هي صفحات جزائرية تدعو إلى مقاطعة كأس إفريقيا. هذه الصفحات الجزائرية الهدف ديالها هو إشعال الفتنة وتشويه صورة المغرب. شوفوا معايا هذه الصفحة على الفيسبوك اللي تبدو في ظاهرها على أنها صفحة مغربية تطالب بالحق في الصحة والتعليم، وكتقول بغيتي حقك في الصحة والتعليم بعد على الكرة خليه يصفر. هذا منشور اللي هو تيبان على أنه وراءه مواطن مغربي يطالب بحقه في الصحة والتعليم ويدعو إلى مقاطعة الكرة في المغرب. المغاربة هم شعب ذكي وما يمكنش تمرر عليه هذه المغالطات. المغاربة تمكنوا من أنهم يكشفوا على حقيقة هذه المنشورات. شاهدوا جيدا هنا لتحت: Le pays région de résidence principale des personnes qui gèrent cette page inclut Algérie. إذن من يسير هذه الصفحة؟ بلد الجزائر، هو شخص يتواجد ببلد الجزائر. شوفوا معايا هذه الصفحة أيضا، هذا الشخص اللي هو يظهر صورته يقول يجب مقاطعة كأس إفريقيا أو تحويل تنظيمها، لا نريدها، على أساس أنه مغربي يطالب بمقاطعة كأس إفريقيا أو تحويل تنظيمها إلى بلد آخر. ما عرفتش شكون هو هذا البلد الآخر. هنا أيضا شوفوا لتحت: travaille chez Nouakchott, habite أجريدة ترارزة موريتانيا. ماذا يفعل هذا المواطن الموريتاني في صفحات مغربية؟ ولماذا يطالب بمقاطعة كأس إفريقيا؟ إذن كيف ما كتشوفوا معايا هنا الأمر يتعدى كونه تقديم آراء لأشخاص ينتمون إلى الشعب المغربي، بل هي سياسة عدائية ممنهجة ضد كل ما هو مغربي وكل ما يمكن المغرب من أنه يسطع نجمه دائما. خليكم معايا شوفوا تاني هذا الفيديو. لما بلد الناس قاعد يشوف، كل العالم هو يشوف انه البلد هذا هو يعيش وضعيه مزريه، احتجاجات يوميه، الشعب يعيش وضعيه مزريه هو يعيش فيها. صح. اليوم انا كيفاش نعيش في مثلا في وضع صعب ونجيب كأس افريقيا؟ واش ندير اليوم؟ حتى الناس تقول لك ما نحتاجوش كأس افريقيا، ما نحتاجوش مونديال. الشعب يقولوا كاين يحب دير هذه المنافسه، لانه اليوم هذا الاتحاد الافريقي لكرة القدم القرارات، خاصة هذا القرار اللي تاخذه ايريسبونسابل، غير مسؤول. لانك اليوم واش من الصورة اللي راح نقدموها احنا الافارقه للعالم لما يشوفوا كاس واسمه افريقيا؟ فونتين يقول لك انا هما البلان ا وهما البلان بي وهما واسمه البلان سي. شفتوا معايا حجم الحسد والغيرة اللي كتاكل هاد الناس؟ راه لا يمكن. حجم الغيرة والحسد وصل واحد الدرجة اللي ولات لا معقولة. للإشارة هما راه حاولوا أنهم يحولوا التنظيم كأس إفريقيا من المغرب إلى الجزائر في الظرف اللي كانت فيها المظاهرات، باش تفهموا حجم الغيرة والحسد اللي كيعيشها هذا النظام من المغرب ومن إنجازات المغرب ولو إنجازات رياضية. شوفوا معايا هذا الفيديو. أختم مع ضيفي من الجزائر. إذن استطاع المنتخب المغربي أن يوحد العرب خلفه، وحتى أن الجزائريين شجعوه بقوة. كيف يمكن استغلال هذه اللحمة المغاربية في الدفع قدما بالعلاقات بين الجزائر والمغرب؟ تفضل باختصار. للأسف انقطع الاتصال. أختم ممكن مع الأستاذ محمد مشى
لأنه ما يمكنش يتكلم على نجاحات المغرب وأي شيء إيجابي يخص المغرب. الأمر تجاوز الغرابة، يا حقد، حسد. أنا لا أجد صفة أو وصف أصف به ما يقع الآن داخل النظام الجزائري. باختصار، الرياضة هي ليست مجرد لعبة، هي لغة توحد الشعب. وكلنا كنتذكروا اللحظات التي لا تنسى اللي عشناها في قطر، لحظات بعثنا من خلالها رسائل للعالم وقلنا لهم بأننا نحن المغاربة في هذا البلد قادرون على الإنجاز. تعلم أن الرياضة تعزز الانتماء الوطني وتوحد صفوف الشعوب، لذلك هي تلعب على هذا الوتر، تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تشعل نار الفتنة وأن تقوض جميع هذه الإنجازات. تنظيم البطولات الكبرى الرياضية هي ليست مجرد ترف، لا، هي أيضا مناسبة لخلق فرص عمل، لتطوير وتحسين البنية التحتية، لجذب السياح. النجاح في تنظيم البطولات الرياضية يعزز مكانته الدولية ويعكس صورته الإيجابية في العالم. هذه النجاحات ستجلب لنا مستثمرين، سياح، تخلق لنا فرص عمل، وهذا الشيء أكيد ما غاديش يعجب بعض البلدان واللي هي الآن كتحاول أنها دير تشويش على هذه الإنجازات وعلى هذه النجاحات. قطعة المباريات غادي تضرب الوطن ديالنا أكثر من أي حملة إلكترونية أخرى. الكرة والاستثمار في الرياضة هو جزء من التنمية في بلادنا. النجاح في تنظيم التظاهرات الرياضية في المغرب غادي يجلب لنا ثقة المستثمرين وغادي يعزز مكانة المغرب الدولية والإقليمية. الكرة هي لغة عالمية وحدتنا، كنتذكروا اللحظات السعيدة اللي عشناها خلال مونديال قطر، الانتصارات اللي كيعيشها المنتخب المغربي، الانتصارات الرياضية اللي كنعيشوها حنا كمغاربة، لقات عندنا إحساس بالفخر وبالانتماء الوطني. خوتي المغاربة، نكونوا يد في يد باش نواجهوا هذه الحملات المضللة، نشجعوا، نبنيو ونفتخروا بإنجازات بلادنا. شوفوا الرسالة اللي كيحاول يوصل لنا هذا الجزائري، هما يحرضوا المغاربة على مقاطعة المباريات التي ستجرى بالمغرب. الفيديو لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب، لا تنسوا أن تشتركوا كذلك في القناة، ولا تنسوا أن تفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم بحول الله.